هذا المسلسل برعاية وطن بتئن ايدينا مكتوفة، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن. اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، اختلت الأوزان في لعبة مكشوفة، ظهرة في العينين الناس دي ملهوفة، الشفع الحلوين دخلتهم خوفة، حلوين دخلتهم خوفة، ناس تكون جنبك بكرة ما تشوفها، يا وطن بتئن ايدينا مكتوفة، كترت الدمعات الناس دي بظروفها، يا وطن بتئن. يا الله يا قادر ورينا بس شوفه، العدو الخاين نعدي مصوفه، والسبب في الكان اللي فيه معروفه، الله يا قادر، الله يا قادر، يا الله يا قادر، الله يا قادر، ترجع السودان عامرة بضيوفها، يا وطن بتحن. فارس 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 يا ولدي، يا حاج في شنو يا حاج؟ قوم، ناس خالتك سريدي فيك وراك شديد في بيتهم. قوم هاشم، قوم شوف شوف شيل لكم حاجه في ايديكم انتوا ماشيين. يا رب تستر عاد، يا رب تستر، يا رب تستر. انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ عايز شنو؟ عايز منو انت؟
تستحملوا بتجيبوا الليلة؟ الفاتح أمي يا أمي الفاتح أنت وتحلتني يا الفاتح ما تستحملوا تجيبوا الليلة؟ أمي وين؟ أمي اقعد هنا كلب يا وسخ. اقعد يا عفيف. اقعد هنا. قوم هناك قوم. تعرفوا الكلب ده؟ ده الفاتح يا اخي، تروحوا تحللنا البيان. فاتح ولا زفت؟ الله اكبر عليك يا وسخ يا عفيف. اقعد كده. تعال نشوف جناب وليد. الكلب ده يا حقير. جزء الناس يا جناب وليد انتوا وين يا سعادتك؟ والله يا خالتي الحمد لله ربنا قدر اللطف. الحمد لله يا فارس ولدي. الحمد لله. يلا يا خالتي انا داير منك تجهزوا حاجاتكم تجهزوا عفشكم عشان باقي الليل ده باذن الله نحاول نطلع. يا ولدي نطلع نمشي وين؟ والله مبدئيا كده نطلع نمشي عند الناس عمي في المدينه. والله اللي حصل لنا صعب خلاص، لكن يا ولدي ما دايرين نتقل عليك. ما في تقيل يا خالتي، نحن كلنا باقي الليل ده اصلا انا داير اسوق ناس الحجه وكلنا دايرين نمرق، نطلع كلنا بعربيه واحده نمشي هناك عمي. والله اللي بتشوف ان شاء الله يحصل خير. ما في مشكله، خلاص انتوا جهزوا حاجاتكم وانا بجي بعدي عليكم ونطلع كلنا. تمام؟ ان شاء الله. كويس ان شاء الله اللي فيه خير ربنا يقدم. ان شاء الله. لا والله فهمت. وانواع شال الناس تليفون طوالي ما ارضى مع الناس زيتها. ها يا حاج يا ابوي عمو مالك في شو بتقول؟ طب مالك يا حاج سرحان كده من قبل انا اقول لك ابوي 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 والله سرحان في العمر منه فارس ماله فارس يا ابوي من امبارح بالليل اتصل علي قال روح يطلع ناسوم واخواني ويجوا علينا هنا ماله حاصل شنو صار؟ تعال انا ما كلمتك هوريتنا الله يا ابوي والله الظاهر الدعامه دي خشوا منطقتهم امبارح بالليل قالوا خشوا على الجيران يا زول عشان كده قال حيطلع المسؤول يجوا وين؟ يجوا علينا هنا كويس اللهم يسترهم بالسلامه ان شاء الله لكن ده من امبارح بالليل من امبارح على نص الساعه كم؟ الساعه 10 صباحا ده موضوع يدلل ولا ما موضوع يدلل؟ لا لا حاجة مش يفهم المواضيع دي لأنه الناس دي أصلا بيكونوا جايين في الشارع والشارع ده كله ارتكازات لكن إن شاء الله بيصلوا السلام إن شاء الله إن شاء الله بس يا ولدي في مشكلة بسيطة دايرين نحلها قبل ما يجي. مشكلة شنو يا حاج الله جاب مشاكل؟ والله أنا في البداية كنت قايلهم جايين برا لكن اللي اتضح لي إنهم جايين ومعاهم جيران ومعاهم حريم من الحلة وكنت أنا داير أنزلهم معاي في البيت لكن بعد ده كنت أنا مرضى يفضلون بيته كحل مؤخر وتجيب مرتك يا ولدي وتجي تقعدوا معانا لغاية ما نحن نتصرف ونشوف لهم بيت ننزل فوق. حبيتك كلام شنو اللي بتقول فيه ناسي؟ كيف يعني انا امرق من بيتي واسوق مرتي؟ هو الكلام اللي بتقول ده فيه ده ما منطقي والله. وفيها شنو؟ فيها شنو يعني؟ لو جبت مرتك وجيتوا قعدتوا معانا انتوا الاثنين من خفاف يا ولدي بعدين الاوضه دي قاعده فاضيه تعالوا اقعدوا تعال ترزح فيها. يا ابوي انت ما تقعدهم في بيتك في الزمالك والنازحين الفودي اودوهم ايه؟ ودونا الشارع والله اطرد. لا لا يا ابوي انت ما تطرد النازحين اطردني انا من بيتي كلامك ده يا ابوي والله ما بيجي وبعدين النازحين دول قاعدين لا بياكلوا لا قريش لا تعريفه بوريهم قول لهم نحن زاد عندنا اهلنا جايين نازحين. انا ما بطرد النازحين ولا بطلعهم من بيتي وزي ما صرفنا وسكناهم هسه حنسكن ولد عمك وناسهم وجيرانهم والحله بتاعتهم كلها. شوف انا لغايه هنا ما داير معاك كلام فارغ وكلام كثير تمشي طوال
تكلم مرتك تشيلوا شنطكم دي وتجوا تعزعوها عندي هناك في البيت، فاهم؟ حاضر يا ابوي، خير ان شاء الله. يا اخي انا معلومه على اولاد عمك يا انور، انا ما بطلع من بيتي ده ليزول، وبعدين معقول ان احنا حياتنا دي كلها يكون متحكم فيها ابوك ده؟ انت خلاص بقى ما عندك موقف ولا شنو؟ ابوي يا صفا، يعني اعمل شنو لابوي؟ انور ابوك عايز يجامل، عايز يتكرم ويتجاوز بطريقته، لكن ما يفرض علينا نحن. ذنبنا شنو؟ انا زوله برتاح في بيتي ده، ذنبي شنو اتكركر وامشي كمان اقعد لي في غرفه واحده في بيتكم؟ يا صفا عليك الله يكون لازر في كم يوم، عليك الله مشيها يا ستي انتي. المره دي انا يا انور ممكن امشيها، لكن بشرط حدي معاكم مع ابوك ده اسبوع. عارف يعني شنو اسبوع؟ يعني بعد رجحتني بيتي ده كان بها، ما رجحتني بيتي طوالي وديني بيت ابوي، انا مستحيل اعيش في وضع زي ده. اسبوع؟ يا اخي اسبوع زادة كثيرة، هي كلها يومين وتاني تجي راجعة بيتك يا ستي معززة ومكرمة. هسي كده قومي شوفي حاجاتك المهمة لقطيها عشان احنا نمشي قبل الناس دي ما يجوا يداهمونا. خير يا انور، لما نشوف اللي حيحصل شنو بعد الاسبوع ده. ما يحصل الا الخير يا ستي. اهلا اهلا، تفضلوا 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 تفضلوا. نورتوا بيتكم. نورتوا بيتكم والله. تفضلوا. تفضل يا عفاف، تفضلوا. مرحبا. تفضلوا 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 جوا على البيت يا اخي، تفضلوا. يا ما شاء الله طيب، الله يديك العافيه حبيبنا. هلا نور، السلام عليكم. تفضلوا تفضل جوا. ها يا صفية بنتي ما بقيتوا ثلاثة؟ ونبقى ثلاثة كيف بس مع الجهجة اللي احنا فيها دي؟ الليلة هنا وبكرة هناك وبعد ما معروف ذاته نكون وين؟ هاتي يا بنتي، جهجهات شنو؟ يعني هو كان في والجهجهة دي سقطته ولا جهدته عاد ما عرفت ليها بالسلوى. وهو بيبقى كيف يا خالتي محاسن؟ وولدكم النهار والليل معاكم، ومن تصبح لحد ما تمسي واقف على طول وشغال، يجيني اخر اليوم حاله ده مهدود، مسافة اجري اخذ له العشاء، اجري القاه راح في سابع نومه، لما جاب له شخر اليومين دي من التعب. هاتي يا اختي، واقف في حقه وشقاو شايفاه ولابسين له غوايش. يعيش ويجيب ان شاء الله ابو تامر. ابو تامر شوفنا جيبه، الله يورينا تامر يا ام تامر. شوفك العافيه يا خالتي، انا تعبانه ماشي اخذ لي نومه. ان شاء الله. نسرين وقت تاخذي الفطور صحيني حبيبتي. حاضر. تاكلي السم ان شاء الله. عليك نبي شوف البيت ولا عمتها ولا عمتها. نسرين يمكن تاخذي الفطور صحيني مطعم هو. والله يا امي غيتو، حسيت البيت دي مش قلت عايزاه واصريت عليها وبس دي عرس ولدي، حسي بقت لك قيمه. مالك ما شفتها ايام الخطوبه؟ ما شفتيها ودحمستها وحركاتها اللي بتعملها؟ لكن اللي كده فيه خشمي ويا ماما محاسن ويا ماما محاسن. اتمثلت لما يتمكنت، لكن قول ليها اصبر علي حدك معانا قريب. فارس يا ولدي، الف حمد لله بسلامتكم من بركه جيتوا طيبين من البلد دي يا ولدي. الله يسلمك يا عمي. والبركه مرقت ناس امك واخوانك ديل وجيتونا هنا بالسلام، والله ما جيتوا زي غريب، جيت في بيتك يا ولدي. الله يسلمك والله يا عمي، وده العشاء والله تسلم. الله يكرمك. نحن بعد ده يا اخوي نقوم نمشي وانت تاخذ لك راحه شويه كده. ما فضل فيها راحه ثانيه يا عم. يا ولدي خلها على الله، دي ظروفك بتعدي والله. وي وخذ راحتك كمان يا معلم، البيت بيتك، شفت اي حاجه دايره يا معلم قول لي، والله اعلم ذاته تحتاج لي، البيت كله جديد في جديد يا معلم. وشنو تلفونات بيناتنا اي شيء في اي وقت يا ابن عمي يا غالي، طوالي تلفون عليك الله. الله يكرمك يا انور يا ولد عمي، الله يكرمك وده العشاء. لا ان شاء الله يا حاج، احنا نخليه ياخذ راحته بعد، الزول ده شوف عيونه زاد وتعبانات كيف من السفر. لا يديك العافيه لك. نمشي نحن بيتك والله. لكن نجيك بيتك. يا امي يا بنتي القعده دي كده ما حبابه، والناس دي يا امي ما قصروا معانا، احنا ممكن نكون قاعدين كده. انت القعده دي عجباني يا بنتي، لكن بيدنا شنو نعمل وما عملناه. بيدنا يا امي، بيدنا انك تتصلي لحسن اخوي وتشرح له الوضع الحاصل ده كله وخليه يرسل لنا قروش نتصرف، احنا ممكن نكون مربعين ايدينا كده. والله يصح كلامك، القعده دي اصلا ما جايه والله نهائي ما عجباني. كده كده تضربي ليلي وخسي شيلي تليفونك. خير شوفوا بقول شنو.
سامع كنت سامعني؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله كويسين. الحمد لله الحمد لله. أمي كيف؟ إن شاء الله كويسة. اديني لها عليكم. اي والله ده الحاصل معانا. وانا قلت اوريك يا ولدي عشان لو عندك طريقة تتصرف لينا. اي والله العظيم ما حبيت ادس منك يا ولدي. نجي وين؟ القاهرة؟ الشقة كبير بتشيلنا كلنا. لا خلاص تمام ان شاء الله. وتصرفوا وارسل لكم تجوا هنا ان شاء الله. يا ولد ربنا يهون علينا وعليك ان شاء الله. خلوا بالكم من نفسكم لحد ما تجوا بالسلامة. يلا مع السلامة. أها قال شنو؟ والله يا بنتي حسن ده قال يرسل لنا نمشي له في مصر. متين الكلام ده؟ في اليومين الجاي عادي. يدبر حاله وبرسل لنا. قال لما الحال ينصلح ونرجع بلدنا ان شاء الله يا بنتي. والله يا أمي فهم. أصلا ما دام إحنا طلعنا من بيتنا ونزوح لنزوح الأولى نمشي نقعد مع حسن أخوي. طبعا يا بنتي فترنا والله فترنا احنا من حته لحته ان شاء الله يا بنتي. انا شو ذاتي مشتهيه ونفسي استغير واقعد مع ولدي نفسي اشوفه. يحلى يروح السون والله. لكن اقول لك حاجه يا ناس حسن ده صوته اصلا ما عاجبني ما مطمنه زي صوته ده حاجه كده غريبه زي اللي بياكل في شيء ولا شنو. لا 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 والناس اصلا بيكون بياكل في حاجه بعدين اصلا انت ولدك اوضه وبرندة وانت عارفه الزول لما نشحم صوته بتغير. هي لكن يا بنتي شحن لدرجه صوته يتغير؟ لا لا عليك الله ما تقلي.
هذا المسلسل برعاية